السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده بقى عاملين طاجن بامية باللحمة في الفرن. بجد حكاية، زي ما انتم شايفين كده شكله بيتكلم عنه، بجد شكله يفتح النفس. تابع معايا الفيديو للآخر، ولو انت أول مرة تشوفيني ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي أنا هنزلها. زي ما انتم شايفين كده طبعا احنا عملنا مع بعض الصلصة بالتسبيكة كده، بتتبيلة حكاية بجد وطعمها تحفة. عملناها مع بعض كذا مرة على القناة. نجيب بصلاية بنقطعها صغير وبعد كده بنسيبها تاخد اللون الأصفر، بننزل بأربع خمس فصوص كده من التوم ونحطها كده تاخد مع بعض اللون الذهبي، وبعد كده بننزل بمعلقتين من الصلصة، وبعد كده بننزل بقى بالقوطة. بنحط الصلصة عشان نعزز لون القوطة، ويا سلام بتبقى الصلصة حلوة جدا. بعد كده بننزل بملح وفلفل اسود وشويه من السبع بهارات وشويه من البابريكا، وبعد كده بيبقى معاكي احلى صلصه واحلى تتبيله صلصه تعملي بيها الاكل بتاعك. حلو قوي قوي. زي ما انتم شايفين كده خلاص سبتها تتسبك، وبعد كده ابتديت اللي انا نزلت بكيس الباميه زي ما انتم شايفين، وبعد كده هنزل باربع خمس كبشات كده من الشوربه، يا دوب نلحلح كده الباميه كده مع الصلصه. زي ما انتم شايفين سهل وسريع ومش هياخد منك اي وقت خالص. وكمان بقى زي ما احنا عارفين كده ان الطاجن بيدي الاكل طعم تاني خالص. زي ما انتوا شايفين ابتديت كمان نزلت باللحمه بقى مع الباميه كده، وطبعا انا ما سويتهاش، لا انا خليتها تاخد اربع خمس غلوات كده على النار، يا دوب تغلي كده معايا، وبعد كده هبتدي بقى اللي انا احطها في الطاجن. بحطها في الطاجن بقى زي ما انتوا شايفين الباميه كده مع اللحمه مع الصلصه بقى اللي احنا عملناها. بجد بتبقى حلوة أوي، أوي، ولا طعمها ولا ريحتها بجد حكاية. وبعد خلاص بقى ما أنا حطيتها كده في الطواجن زي ما أنتم شايفين، بابتدي أنزل بقى بفلفل أخضر كده باحطه على الوش، ويا سلام بيبقى طعمه حلو جدًا، جدًا. وبعدين بقى هنا بانزل بإيه بقى 4، 5 فصوص كده من التوم، ابتديت اللي أنا عملتها زي طشة كده للبامية. يا سلام بجد بتبقى ريحتها حكاية والّا طعمها أحلى. هتجيبي 4، 5 فصوص كده من التوم، وبعد كده هتدقيهم وتعمليهم كده بمعلقة سمنة بلدي وتحطيها بقى على وش الطاجن، وتغطي بقى الطاجن كده بعد ما تحطي الفلفل الأخضر زي ما أنتم شايفين كده، وبعد كده هنغطي الطاجن بقى بورق فويل. سهل وسريع زي ما أنا قُلت لكم، بجد حلو أوي، أوي، مش هياخد منِّك أي وقت خالص. وكمان بقى البامية إحنا ما خليناهاش تستوي، هي بتستوي في الطاجن، فطبعًا بقى إحنا عارفين إن الطاجن بقى بيدّي الأكل طعم تاني خالص. تمام. وبعد كده بقى لمّا بتستوي بقى في الطاجن كده وتتشرّب بقى من الصلصة واللحمة كده، بيبقى طعمها بجد حكاية، مع شوية بقى رُز بشعرية، عايزة تعمليها بشوية رُز أبيض بيبقى حلو أوي، مع شوية سلطة كده وشوية مخلل، وكمان بتبقى الأكلة حلوة أوي، أوي. شايفين بقى أنا كده عملت الطواجن زي ما أنتم شايفين، خلاص بقى هابتدي اللي أنا أدخّلها الفرن على درجة حرارة عالية على الشبكة اللي فوق، واسيبها بقى تستوي براحتها كده بقى لمّا تتشرّب بقى كده من الصلصة، واللحمة كمان بتتشرّب من الصلصة، بيبقى طعم الطاجن حلو جدًا. الطاجن بينقل الأكل في حتة تانية خالص. زي ما أنتم شايفين بقى على ما أنا حطيتهم في الفرن وخلاص يتعملوا، ابتديت بقى اللي أنا أعمل إيه، الرز بالشعرية. يا سلام بقى الرز بالشعرية بيبقى حلو جدًا، جدًا. نزلت بمعلقتين سمنة بلدي، وكمان نزلت بشوية كده من الزيت الذرة عشان يدّي كده لمعة للرز بتاعي، وخلاص معايا الرز غسلته زي ما أنتم شايفين، وخلاص خَد معايا اللون الدهبي كده، الشعرية خدت معايا اللون الدهبي، وهابتدي بقى اللي أنا أنزل بالرز. هانزل بالرز كده، وبعد كده هانزل بشوية من الملح أملّحها كويس وأدّيها كده تشويحتين، التشويحتين دول هيخلّي بقى الرز مفلفل معاكِ وحلو أوي. وبعد كده زي ما أنتم شايفين هابتدي بقى اللي أنا أنزل بالمَيّة وخلاص، الرز بقى يتشرّب معايا وهابتدي اللي أنا أوطّي عليه وخلاص كمان الرز جاهز معايا. على بقى ما البامية كده تتعمل في الفرن مع الطاجن بتبقى حلوة أوي، أوي. هنا بقى ادّيته تشميعتين كده بعد ما نزلت بالملح ونزلت بالرز زي ما أنتم شايفين، بعد ما الشعرية خدت معانا اللون الدهبي، وخلاص كده نزلت بقى بالمَيّة، وهو جاهز معايا، الرز جاهز معايا وحلو أوي، أوي. خلاص كده شرّبته بالمَيّة، يا دوب بقى يتشرّب، وبعد كده هاوطّي عليه وهيبقى جاهز معايا وحلو أوي. هنا بقى خلاص كنت جهّزت بقى الأطباق بتاعتي زي ما أنتم شايفين، وكمان الرز اتشرّب معايا ووطّيت عليه بقى فلفل معايا كده وكان حلو أوي، أوي. وخلاص كده بقى هنغرف بقى الأكل بتاعنا، والأكل جاهز وما خدش معانا أي وقت خالص، وكمان البامية في الطاجن حلوة جدًا، جدًا. ولا طعمها بجد حكاية. زي ما أنتم شايفين خلاص أنا باغرف بقى الأكل بتاعي زي ما أنتم شايفين كده، شايفين الرز شكله عامل إزاي؟ يا سلام! زي ما قُلت لكم بجد أكلة تستحق منكم أحلى لايك.
وبجد كان طعم الطاجن ما اقولكوش، بجد حكايه. اعملوه بقى بالطريقه دي وهيعجبكم جدا. شايفين بقى الرز شكله عامل ازاي وكمان سخن، وزي ما انا قلت لكم على اذان المغرب بيكون كل اكل سخن. هو الاكل اصلا حلاوته سخن. شايفين بقى هنا انا خلاص غرفت الرز على خلاص بقى، ما الطواجن هتطلع كمان من الفرن زي ما انتم شايفين. ويا سلام بقى تطلع كده بقى بتبكبك كده معاكم كده من الفرن. والباميه استوت واللحمه كمان اتشربت من الصلصه. وبجد هتاكلي احلى طاجن باميه باللحمه، يا سلام. زي ما قلت لكم بجد اكله تستحق منكم لايك. ما تنسونيش بقى لو وصلتي في الفيديو لحد هنا لايك واشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو انا هنزله. وان شاء الله نعمل مع بعض اكلات تانية كتير، ونعمل مع بعض احلى الاكلات واحلى الوصفات. بس ما تنسينيش في كومنت حلو منك. وكل سنة وانتم طيبين والأمة الإسلامية يا رب بخير. هنا خلاص كنت غرفت الرز زي ما انتم شايفين وكمان حطيت المخلل. وهنا بقى زي ما انتم شايفين خلاص الطواجن خرجت بقى من الفرن. ويا سلام سخنة كده وبجد حلوة جدا جدا. شايفين شكلها عامل ازاي يا بنات؟ يا سلام. اللحمة بقى اتشربت من الصلصة والبامية اتعملت، وشايفين شكل الفلفل الأخضر عامل ازاي؟ يا سيدي. شايفين بقى شكل البامية عامل ازاي مع اللحمة؟ اللحمة كده بجد دايبة حاجة كده زبدة. ولا البامية متشربة كده مع الصلصة اللي احنا كنا عاملينها. تاكليها كده بقى مع شوية الرز بالشعرية. ويا سلام بجد طاجن حلو جدا جدا. خلاص كده اكلتنا جاهزه وسهله وسريعه. وشايفين اللحمه عامله ازاي زي ما قلت لكم بجد زبده. والفلفل الاخضر كده على وش الطاجن مع الباميه بقى اللي متشربه كده من صلصه بالتتبيله اللي احنا عملناها. وخلاص مشروباتنا جاهزه وكمان الشوربه زي ما انتم شايفين. وشويه المخلل والرز بالشعريه. ايه الاكله الحلوه دي؟ بجد اكله تفتح النفس زي ما قلت لكم. ان شاء الله نعمل مع بعض اكلات تانية كتير. وما تنسينيش بقى في اللايك. وكل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.